وصفة دجاج كريمي سهلة وسريعة وصحية وخفيفة وكلها بروتين بصدر واحد، وهنفرده شوية يكون رفيع وهنبهره بملح وفلفل وبهارات فراخ، وننزل بيه في طاسة مدهونة زيت، وننزل بالدجاج على نار فوق المتوسط لحد ما تاخد لون من كل جنب، ونقطعه ونركنه على جنب لحد ما نعمل الصوص في الخلاط. وهننزل بكوباية حليب قليل الدسم، مثلث جبنة، ورشة ملح وفلفل وتوم باودر، ورشة بقدونس باودر، ولو مفيش فريش عادي، وشوية جبنة موزاريلا أو شيدر، ومعلقة صغيرة من أي صوص عندكم، تشيلو صوص أو هوت صوص أو كاتشب أو معجون طماطم حتى. وفي نفس الطاسة اللي عملنا فيها الدجاج هننزل بالصوص وشوية سبانخ فريش أو مجمدة، وهننزل بالدجاج لحد ما القوام يتقل معانا، ورشة بقدونس من فوق. وبالعافية عليكم، جربوها مع رز أو مكرونة، صحية جدا وهتعجبكم جدا. سلام يا حلوين. طيب هنجيب صدر فرخة وهنقطعه مكعبات وهنغمسه في اللبن مش الحليب وعلى الدقيق اللي عليه رشة ملح وفلفل وتوم بودر، وهنقليه في الزيت، وهنعمل صوص البافلو، مكعب زبدة، كاتشب، مستردة، باربيكيو صوص، شطة، معلقة عسل، وأول ما يسخن بقى جاهز. ننزل بالفراخ وبالعافية، لذيذ جدا، لازم تجربوه. من ألذ الوصفات اللي ممكن تجربوها تكة دجاج، سهلة وسريعة والطعم حكاية، لازم تجربوها يا جماعة، مش هتبطلوا تعملوها. أول حاجة هنقطع كمية الدجاج قطع صغيرة، وهنتبلها بمعلقة كبيرة زبادي، ملح حسب الرغبة، فلفل أسود، بابريكا، توم باودر ضروري، كركم، معلقة كبيرة مستردة، معلقتين كبار زيت، عصير نص ليمونة، ونخلط ونسيبها ساعة 2 3 على حسب وقتك يا ست الكل. كل ما تتأخر في التتبيلة كل ما التست يعلى. وبعد كده هنشويها على الفحم أو على الجريل مع شوية خضار من اللي بنحبهم وبالعافية. خطيرة جدا يا جماعة، روعة، لازم تجربوها. بس كده. فين اللايك والشير بقى والاشتراك في القناة؟ سلام يا حلوين.
جربوها وادعولي مش هتندموا، هتعملوها على طول. هنجيب 4 حبات بطاطس وهنسلقهم وهنبهرهم بملح وفلفل ومعلقه جبنه كريمي، وهنهرسها كويس جدا لحد ما تبقى ناعمه جدا، وهنكورها بالحجم اللي نحبه. خلاص بعد كده هنيجي الطاسه على النار وهننزل ببصلايه متقطعه شرايح ومعاها توم وجنزبيل مفروم او مبشور، واول ما تدبل وتاخد لون هننزل بصدر دجاج، واول ما لونه يتغير هنبهره بملح وفلفل وبابريكا وكاري ورشه بقدونس او كزبره ناشفه، واول ما الدجاج يستوي بننزل بالفلفل الاخضر او الالوان ومعلقه صويا صوص وجبنه كريمي، وكده الخليط بتاعنا جاهز. هننزل بيه في البايركس بتاعنا وعليه البطاطس اللي كورناها في الاول، وبعد كده هننزل عليهم بالبشاميل. سهل جدا، ادخلوا على اي فيديو عندي في كذا فيديو في طريقه البشاميل، ولو مستعجلين دي مقاديره اللي قدامكم. على فكره ممكن نحط كريمه طبخ بس تكون بدرجه حراره الغرفه. خلاص بعد كده هنغرقها من فوق بالجبنه الموزاريلا او الجبنه الشيدر اللي هي بتاع البرجر، وعلى الفرن على طول على الرف الوسطاني على درجه حراره 220 لمده ربع ساعه تقريبا او 10 دقائق، وبعد كده بنحمرها من فوق وبالعافيه عليكم. Dislike this video.